كتير في حياتنا في ناس بتتقلب حياتهم بسبب الحقد والغيرة والحسد من الناس اللي حواليهم، ودي ناس موجودة فعلا في حياتنا. وده اللي هنشوفه في قصة حقيقية لواحدة عايشة في تركيا هي وجوزها، وفيلم سموم. بس قبل ما نبدأ الفيلم ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. وبيبدأ الفيلم مع فولكان وزوجته هما بيتفرجوا على بيت جديد علشان يشتروه في منطقة متطرفة عن المدينة، وبيكون بيت كبير وحواليه جنينة كبيرة، وما بيكونش في حد ساكن جنبهم غير جار واحد بس عايش هو وزوجته. وبنشوف شخص بيحفر وبيدفن صندوق، هنعرف قصته بعد شوية. وبتيجي أول ليلة ليهم في البيت، وبيكون فولكان ومراته نايمين، والقطة بتنوي بشكل غريب وكأنها شافت حاجة مش طبيعية. وبنشوف خيال أسود مرعب بيجري من جنب القطة، وبتصحى سيرينا على صوت القطة، وبتفتكر إن القطة بتعمل كده لأنها لسه ما اتعودتش على البيت، فبتاخد معاها القطة وبتطلع على أوضتها. وفي اليوم التاني بتيجي لسيرينا صديقتها لارا علشان تبارك لها على البيت الجديد، وبتجيب لها معاها تابلوه هدية. وفجأة بتهجم القطة على لارا وبتخربشها في ايديها، مع ان القطة مش من طبيعتها تعمل كده. وبعد ما بتاخد لارا قعدتها بتودعها سيرينا وبتمشي لارا، وبيخبط باب البيت وبتلاقي سيرينا جارهم، واللي بيكون زعلان منهم وبيسألهم ليه رامين فضلات لحمة عنده في الجنينة. وبتقول له سيرينا انهم مرموش حاجة عنده، وبيحاول الجار انه يدخل البيت لانه شامم نفس الريحة، لكن سيرينا بتمنعه. وبيشوف جارهم وهو ماشي القطة بتاكل من نفس اللحم في الجنينة. وبعد ما بيرجع فولكان من شغله بتحكي له سيرينا على اللي حصل، وبيروح على بيت جاره وبيتخانق معاه لانه حاول يدخل بيته، وبيقول له جاره انه كان شامم نفس ريحة اللحم جوه بيته، عشان كده هو كان عايز يعرف بس فين مصدره. وبيقابل فولكان وهو راجع على بيتهم هو وسيرينا الجنايني، واللي بيحذره من جارهم، وبيقول له انه كان في مشاكل بينه وبين مراته، بعدها اختفت، وبعدها قبضت عليه الشرطة واتهمته بقتل مراته، بس سابوه بعد فترة لانهم ملقوش ضده اي دليل. وبيتسلل الخوف لقلب سيرينا، وبتلوم جوزها علشان ما سألش على البيت كويس قبل ما يشتروه. وبيقول لها فولكان ان السمسار هو اللي غشه وضحك عليه وما حكالوش حاجة عن جيرانه وهو بيشتري البيت، ومع ذلك هو مستعد يبيعه. وبتقول له سيرينا ان هي ما عندهاش مشكلة مع البيت وهي حباه. وبيلاحظ فولكان ان القطة مركزة معاه وبصله وهو بيتكلم. وبالليل بتكون سيرينا قلقانة بسبب القصة اللي سمعتها عن جارهم، وبتسمع صوت القطة كالعادة وهي بتنوم. وبتنزل سيرينا على المطبخ علشان تشرب، وبتلاقي المية مفتوحة، وبتملى كوباية مية علشان تشرب، لكن فجأة بيجي شيء من وراها وبيخبطها وبيوقع من ايدها كوباية المية. بتطلع سيرينا جري على فوق وبتسمع وهي طالعة صوت، ولما بتروح علشان تشوف مصدره بتحس ان في حد بيراقبها، وبتصرخ بصوت عالي. وبيصحى فولكان على صوتها وبيجري عليها، وبتقول له سيرينا انها شافت خيال شخص شعره طويل وشكله مخيف. وبيقول لها فولكان انه مفيش حاجة وان هي بس بيتهيأ لها. وفي اليوم التاني بيكون فولكان رايح على شغله، وما بياخدش باله ان القطة قاعدة تحت عجل عربيته وبيدوس عليها. ولما بيحس انه داس على حاجة بالعربية بينزل علشان يشوف في ايه، وبيلاقي القطة ماتت. وبيطلب من الجلايني انه ياخدها ويدفنها، وما يقولش لسيرينا على اللي حصل لانه عارف انها متعلقة بيها. وبتحس سيرينا بغياب القطة وبتبدأ انها تدور عليها في البيت والجنينة، لكن بدون فايدة. بعدها بترجع على البيت، وبتغمض سيرينا عينيها شوية، ولما بتصحى بتلاقي التابلوه اللي هدته ليها صديقتها لارا مقلوب، فبتروح وبتعدله. بس بيحصل معها شيء غريب وهي واقفة قدام التابلوه، وهي انها بتشوف نفسها بشكل غريب ومرعب، وكأن في حد مثبتها ومش قادرة تتحرك. بس بتفوق سيرينا وبتلاقي نفسها نايمة، بس الغريب انها لما بتبص للتابلوه بتلاقيه فعلا مقلوب، وكأن الحلم بيتحقق. وبالليل بتسأل سيرينا فولكان على القطة، بس بيغير هو الموضوع، بيقول لها انهم يخرجوا يتعشوا بره. وفي المطعم بتيجي لسيرينا حالة غريبة، وبتسمع صوت الست اللي شافتها في الحلم بتقول لها انت عايزة ايه مني. وبتروح سيرينا على الحمام، لكن لما بترجع بتشوف نفسها قاعدة مع فولكان، وبيقول لها نفس الكلام اللي قاله لها قبل ما تروح الحمام. بتكرر هي نفس الجملة اللي سمعتها وبتقول لها انت عايزة مني ايه. بعدها بيرجعوا على البيت، وبتقعد سيرينا تفكر في الحالة الهستيرية اللي بتحصل لها. وفي الوقت ده بيفضل النور يطفي ويولع، وبتشوف حد جاي عليها يمسكها من وراها. بعدها بيولع النور وبيثبت. بعدها بتشوف سيرينا جارهم بيحطوا غراب جوه شنطة العربية، وبتسمع صوت القطة. ولما بتطلع بتلاقيها قدامها، وبتشيلها سيرينا وبتحضنها وبتلومها على غيابها. وفجأة بتلاقي ايديها كلها دم والقطة ميتة، وبتصرخ سيرينا وبيسمعها فولكان وبيجري عليها، وبتحكي له سيرينا على اللي حصل، ولانه عارف ان القطة ماتت بيعتقد انها بيتهيأ لها وبيهديها. وفي اليوم التاني بتكون سيرينا خارجة مع لارا صاحبتها، وبتبدأ تحكي لها على اللي بتشوفه في بيتها الجديد. بتقول لها انها عايزة تسيبه، بس مش عايزة تزعل جوزها.
وبتهديها صديقتها لارا وبتقول لها انها يمكن لسه مش متعودة عليه. لكن فجأة بتسمع سيرينا نفس الأصوات وبتشوف نفسها في وش صديقتها بس بشكل مرعب ومخيف. بتقول لها صديقتها انها لازم تروح علشان ترتاح. وفي البيت بتسترخي سيرينا علشان تاخد حمام، وبتحس ان في حد بيمسكها من رجليها في المية. وبيقول لها فولكان انه تعب من كتر الحاجات اللي بتتهيأ لها وان مفيش حاجة في البيت، وبيطلب منها انه يعرضها على دكتور نفسي. لكن سيرينا بتفضل تضحك بصوت عالي وهستيري. وبالليل بتشوف سيرينا نفسها مدفونة تحت الأرض ومش قادرة إنها تتنفس. ولما بتفوق سيرينا بتلاقي شبح من نار بيفتح باب الأوضة وهي مش قادرة تتحرك ولا تصحي فولكان. وبيقرب منها الشبح وبتصرخ سيرينا، وبيصحى فولكان وبيختفي الشبح. وفي اليوم التاني بياخدها جوزها على الدكتور النفسي، وبتحكي هي للدكتور إن في كائن غريب بيخوفها وبيدخل جوه جسمها وبيخليها وكأنها مشلولة ومش قادرة تتحرك. وبيقول الدكتور لفولكان إنها بتعاني من ضغط نفسي وهتتحسن بس لازم تتابع معاه. وبالليل وسيرينا نايمة بتشوف رقم 13 في سقف الأوضة، وهم آخر رقمين في عربية جارهم اللي شافتها وهو بيحط الغراب في شنطة العربية. بتقوم سيرينا وبتاخد سكينة وبتروح على بيت جارهم، وبيكتشف فولكان إنها مش موجودة وبيسمع صوت عالي جاي من بيت جارهم. ولما بيجري على هناك بيلاقيها شكلها متغير وماسكة السكينة، وجارهم خايف واقع على الأرض. فبياخد جوزها منها السكينة وبتفوق سيرينا وبتعيط وبتسأله إيه اللي جابها هنا. وبتقول سيرينا لجوزها إنها مش فاكرة حاجة غير إنها شافت رقم 13 في سقف الأوضة، ودي آخر أرقام في نمرة عربية جارهم. وبتقول له إنها حاسة إنه قتل مراته وهي اللي بتستنجد بيها. وفي اليوم التاني بتيجي سارة صديقة سيرينا وبيفتح لها فولكان، وبيسمعوا صوت سيرينا بتصرخ. ولما بيجروا عليها بيلاقوها متحولة وشكلها غريب، وبتمسك مقص وبتهجم على جوزها. وبيمسكوها وبيتصلوا بالدكتور اللي بيتصدم لما بيشوف حالتها، وبتكون بتتكلم بشكل غريب وكأن في شيطان لابسها. وبتقول لهم كلكم خونة وإنكم مخلوقين من لحم نتن وعفن ومصيركم للدود تحت الأرض، أما أنا فمخلوق من نار. بيجي الفولكان صديقه جاك وبيحكي له فولكان على اللي بيحصل مع مراته. وبيقول له جاك إن في مخلوقات اسمها السموم، وهي مخلوقات مؤذية اتخلقت قبل الإنسان. وبيقاطعهم الجنايني وبيقول لهم إن مرات جارهم رجعت البيت لما عرفت إن الشرطة متهماه بقتلها. فبيجري فولكان على مراته علشان يفرحها بالخبر، بس بترد عليه بطريقة الشيطان اللي لابسها إنها في أعماق الجحيم والشياطين بتاكل روحها. وبيقول له صديقه إن مراته سيرينا لابسها شيطان وإن في عالم يقدر يعالجها. وبيوصل العالم للبيت وبيحس إن في شيء غريب في المكان، وبيطلع على سيرينا وبيكلمها وبيقول لها اخرج يا سموم. وبيرد عليه الشيطان انت اللي لازم تخرج يا حقير. فبيرد عليه العالم اخرج يا سموم لانك هتموت. وبيرد عليه الشيطان انا السموم ولا اموت بهذه السهولة. وفي الوقت ده بيوصل الدكتور بعربية الاسعاف، ولما بيطلع بيلاقي العالم وبيقول له فولكان مين الراجل ده. وبترد عليه سيرينا ده عايز يقتلني يا دكتور. وبيقول العالم للدكتور ما تتخدعش، اللي بيكلمك ده السموم مش سيرينا. لكن الدكتور ما بيقتنعش، بيقول له انك دجال ولازم الطب هو اللي يعالجها. بس العالم بيطلب دقيقة من الدكتور علشان يثبت له ان دي مش سيرينا وان في شيطان لابسها. وبيقرب العالم من سيرينا وبيسألها من انا ومن انت يا نار السموم. فبيجن جنون الشيطان وبيحط العالم قدامه القرآن، وبيطلب العالم من الدكتور ان يلمس سيرينا. وبيتنفض الدكتور وبيولع النور وبيطفي. وبيستغرب الدكتور من الحالة اللي قدامه واللي اول مرة يشوفها في حياته. وبياخد العالم شمعة وبيقرب من رقم 13 اللي في سقف الأوضة، وبيظهر له اسم لارا. وبيسألهم العالم مين لارا، وبيتصدم الكل لما بيعرفوا ان ورا كل ده صديقتها لارا، وهي اللي عامله لها سحر من غيرتها منها، وهي اللي رمت قطع اللحم في الجنينة، وهي اللي حضرت الشياطين. وبيكتشف العالم ان السحر مكتوب في ظهر التابلو اللي اهدته لها صديقتها. وبيحاول العالم انه يخرج الشيطان من جسم سيرينا، وبيحاول الشيطان انه يخوف العالم لحد ما بيقدر في النهاية بفضل الله انه يخرجه من جسمها. وبيقول له العالم لفولكان ان مخلوقات السموم موجودة وبيشوفونا ويراقبوا حياتنا، لكن ما بيقدروش يلبسوا شخص الا بمساعدة اقرب الناس ليه. وهنا بنعرف ان الشخص اللي كان بيدفن الصندوق هي لارا نفسها. وبيخرج العالم اللي جوه الصندوق وبيحرقه. ولما بتسأل سيرينا صديقتها لارا ليه عملت فيها كده، بتقول لها لانك عندك كل شيء وانا ما عنديش ولا شيء. وبيقول العالم لفولكان ان شيطان السموم مات بسبب لارا، وهي هتدفع الثمن من عشيرته. وفي النهاية بيخلي الشيطان لارا تقتل نفسها وكأنها انتحرت، وانقلب السحر على صاحبه. ولحد هنا بينتهي الفيلم. ما تنسوش تشتركوا في القناة، ونشوفكم الملخص الجاي.